تخيل بلي انت مسجون بالمؤبد في سجن محصن والجدران ديالو عاليين بزاف، مستحيل تخترقو لا من الفوق لا من التحت. واش غادي ترضى بالقدر ديالك اولا تعيش اللي بقى لك في العمر في السجن، اولا تكون عبقري ومسجون كيف ما داروا هاد المساجين اللي غنشوفوا في هاد القصه اليوم، اللي في الاصل هم مساجين خطيرين ومجرمين ومحكوم عليهم بالمؤبد. عليها حطوهم في سجن شديد المراقبه والتحصين، ومع ذلك الساجنين حاولوا مرة ما جوج باش يهربوا من هذا السجن، وعدلوا خطط ذكية ومتعددة باش يهربوا من هذا السجن. فبقاو معنا في قصة اليوم ونعرفوا واش غادي ينجحوا في عملية الهروب ولا لا، شنو هما التخطيطات اللي استعملوها. يا اهلا، القصة ديال اليوم كتدور الاحداث ديالها في سجن كلينتون، او كيسميوها بسجن دانامورا، على المنطقة اللي كاينه فيها هذا السجن. هاد المنطقة هادي عبارة عن منطقة جبلية كاينة في شمال نيويورك الأمريكية. هذا السجن هذا كيتعتبر من أكثر سجون حراسة وحصانة، وإلا كان عندك فكرة أنك تهرب غير حيدها من بالك. وهذا السجن هذا ما كيتحط فيه أخطر القتلة والمجرمين. منطقة دانامورا كيعيش فيها 5000 إنسان فقط، وهذا الشيء غريب. وهذا السجن هذا بهذه الخطورة اللي فيه وبهاد المجرمين ما كانش يخصهم أصلا يعدلوها في هذه البلدة، كان خصهم يعدلوه في واحد البلاصه اللي خاليه من الناس. هاد السجن داير باسوار اللي العلو ديالو 9 متر والعرض ديالو كيوصل ل 2 متر، يعني مستحيل تخترقوا او لا تسلقوا. ومن طبيعه الحال السجن داير بابراج المراقبه من كل جهه وفيها جنود مسلحين. وكيف ما ذكرت لكم بلي ان هاد السجن هذا مبني في منطقه جبليه، يعني السجن مبني فوق صخور، يعني مستحيل انك تحفر تحت الجدران. ولكن هاد السجناء اللي ابطال هاد القصه ديالنا ديال اليوم غادي يحاولوا يكسروا فرضيه المستحيل. ومن هاد المساجين اللي معنا في هاد القصه ديال اليوم الاسم ديالو ريتشارد مات، اللي نسميوه العقل المدبر. هاد القاتل هذا محكوم عليه بسجن مدى الحياه، كيلقبوه بالمنشار، يعني استخدم المنشار ديالو باش يقطع الضحيه وقطع اطراف. وفي سنه 1997 ريتشارد اختطف الرئيس ديالو في العمل ودارو في الكفر الطونوبير، وبقى كيدور به 24 ساعه حتى واحد الوقيته وقف في واحد البلاصه اللي خاليه، فتح عليه الكفر وبقى كيضربو يعذبو باش يعترف له الرئيس فين مخبي الفلوس. ولكن الرئيس ديالو كان كيقول له بلي انني ما عنديش الفلوس وما عندي حتى شي حاجه باش نقدر نعطيها لك. الرئيس كان في العمر ديالو ديك 70 سنه، يعني ما استحملش هذا التعذيب وما استحملش القوه ديال الضربه ديال ريتشارد. وفي الاخير ماتلو في السياره. ملي شافو مات ريتشارد داه لواحد الكوخ اللي منعزل على المدينه، قطعوه بالمنشار ورماه في الواد. ومن مورا هاد الجريمه بعده ايام ريتشارد قام بواحد الجريمه اخرى لواحد الراجل كبير في السن في المكسيك وقتلو. وتم السلطات المكسيكيه شبرات هاد المجرم هذا وبقى في سجن المكسيك لمده 7 سنين. ومن بعد تم التسليم ديالو لامريكا، حطوه في السجن دانامورا حتى لدابا. داز 7 سنين وهو في هاد السجن. كل عام ريتشارد عازم على الهروب من هاد السجن هذا، حتى عائلته وخصوصا بنته كتقول انا فين ما كنجي كنطلع على الوالد ديالي كنشوفو كيهضر غير على الهروب. ريتشارد كانت عنده واحد الطريقه خطيره في اقناع الناس، وكان مقتنع بلي انه يقدر يلقى طريقه اشخاص المناسبين باش يهرب من السجن. طول فتره السجن اللي دوزها فيها ريتشارد كان الاغلبيه الاوقات ديالو كيفكر غير في الهروب، وكان عارف بلي انه الا بغى يهرب خصو ضروري يكون واحد الشريك معاه ويكون تايق فيه من طبيعه الحال. ديفيد سويت. اذا كان ريتشارد هو مدبر فكره الهروب، فديفيد سويت هو المهندس. ديفيد سويت من الصغر ديالو هو داخل خارج الحباسات، يعني مجرم بمعنى الكلمه، والماضي ديالو كامل اجرام. واكبر جريمه ارتكبها ديفيد سويت هي قتل مأمور شرطه، يعني ماشي جريمه اللي عاديه. من بعد هاد الجريمه هذه اللي دار ديفيد سويت تحكم عليه ب 15 سنه وتسجن في سجن دانامورا. وفي هذه المده هذه اللي قضاها ديفيد اكتسب واحد المهارات اللي ثمينه بزاف في ورشه الصناعه اللي كاينه في الحبس. ديفيد سويت كان كيساعد في اعمال الكهرباء، لان هذا السجن هذا كان كيستغل السجناء في اعمال متعدده. عليها سمينا ديفيد بالمهندس، لانه كانت عنده بزاف ديال المهارات وكانت غتساعدهم في عمليه الهروب من السجن. بما ان ريتشارد وديفيد جيران في الحبس تعرفوا على بعضياتهم ولاو اصدقاء. كيف ما ذكرتكم في اول القصه لانه هو العقل المدبر، والعقل ديالو خدام غير بالهروب من السجن. فشارك الموضوع مع الصديق ديفيد، وبعد تفكير اللي كبير طلعوا بخطه كالاتي، هو انهم غادي يفتحوا الزنزانه ديالهم وغادي يهربوا وغادي يتناقصوا السور. ولكن هاد الخطه كيشوفوا بلي انها فيها مشاكل كثيره. قالوا كيفاش غادي نحلوا باب الزنزانه ديالنا، وثانيا كيفاش غادي يتسلقوا واحد السور اللي العلو ديالو 9 متر. ولكن هما قالوا بلي غادي يحلوا مشاكل خطوه بخطوه.
واول مشكله كانت عندهم هي كيفاش غادي يفتحوا باب الزنزانه ديالهم، مع ان القفل كان عندهم مفتاح واحد اللي الاسم ديالو دروكس، ولكن هما ما كانوا عندهم لا ادوات لا حتى حاجه باش يفتحوا بها الباب. يعني خصهم شي واحد اللي يدخل معاهم في الخطه ويجيب لهم المفتاح. ملي فكر ريتشارد قال بلي غادي يستهدف واحد السيده ورشه الخياطه الاسم ديالها جويس ميتشال. المجرمين ريتشارد وديفيد كانوا كيمشيو لهاد الورشه هادي، والمشرف على هاد الورشه كان الاسم ديالها جويس ميتشال. كانت في الاواخر ديال الاربعينات وكانت في علاقه سيئه مع الزوج ديالها، وريتشارد فهم الامر، بقى كيتقرب ليها وبقى كيهضر معاها وبغا يوليو اصدقاء. وكيف قلنا بان ريتشارد يقدر يتلاعب بعقول الناس، ريتشارد بصح تقرب من هاد السيده هادي وصرحها بانه كيبغيها، وحنا عارفين بطبيعه الحال بلي ان هادي جزء من الخطه ديالو. وريتشارد بشويه بشويه بدا كيطلب منا شي اشياء اللي بسيطه، ماشي شي حاجه اللي كبيره. ومن بعض الاشياء اللي طلبها نظار عليها اضواء ديال الليد كتساعد على القراءه والكتابه بالليل، لان الضوء ديال الحبس كيتطفى مع 10 الليل. وبصح جويش جات له النظاره. وبقى ريتشارد كيطلب اشياء بسيطه اللي كتكون بعيده على الشبهات، بحال غادي نقولوا كيجرب جويس شويه بشويه. يعني شحال ما طلب ريتشارد من اشياء صعيب جويس ترد عليه وتجيب ليه المفتاح ديال الزنزانه. ولكن كيفاش غادي يعمل باش يتاكد الا طلب منا تجيب المفتاح وتثق به؟ ففكر يطلب منا صور مخلي للحياة عزكم الله ويشوف ردة الفعل ديالها، واش غادي تثق فيه ولا لا. ولكن ريتشارد خبيث في التلاعب بالعقل، وقدر يقنعها وقال ليها باللي انا كنبغيك ومستحيل نخليك. وطبعا جويس اقتنعت وجابت له التصاور ديالها. تما عرف ريتشارد باللي جويس رجعت لعبه بين يدو، وإلا طلب منا اي حاجه نفذها، وحتى الا ما طاعتوش بدافع الحب غادي تطيعو بدافع الخوف والفضيحه. وبالفعل طلب منا ريتشارد المفتاح اللي يقدر يفتح به الزنزانه. جويس ما كان عليها غير تنفذ، وبالفعل جابت له المفتاح وعطات له في ورشه الخياطه. ولكن خصو يهرب هذا المفتاح من الورشه الى الزلزاله، لان المساجين قبل ما يدخلوا للزلازل ديالهم كيتقلبوا، وحراس كيقلبوهم باجهزه كشف المعادن. فكيفاش ريتشارد غادي يعبر من التفتيش بلا ما يتفضح الامر ديالو؟ تخيلوا ان ريتشارد كانت عنده سماعات الراس وكان مسموح انهم يستخدموها داخل السجن. فالسماعات بطبيعه الحال فيها معادن، وجهاز كشف المعادن غادي يدير الصوت. فريتشارد حاول يخبي المفك اللي عطاتو جويس وغادي يخبيه وسط السماعه. وريتشارد عبر من التفتيش بلا ما يتوقف. فملي وصل للزنزانه عطى راس المفتاح للصديق ديالو سويت. ديفيد سويت حاول يفتح الباب الزنزانه ديك المفتاح، وحاول ايام وايام ولكن بدون جدوى. المفتاح ما كيبغيش. هنا عرفوا الشريكين باللي هاد الخطه فاشله، وهذا الشيء ما كيبينش باللي ان ديفيد سويت وريتشارد غادي يستسلموا ويحيدوا من بالهم خطه الهروب. بالعكس هذا الشيء عطاهم شحنه وحماس باش يقلبوا على خطه بديله. هنا ديفيد قال الا ما كناش غادي نخرجوا من الابواب خصنا نقلبوا على مخرج ثاني. والحاجه اللي طاحت في البال ديفيد هي مخرج التهويه اللي كاينه في كل زنزانه في السجن، اللي معروف بممر القطط. ممر القطط هذه كيطلقوه على المساحه الخلفيه اللي كاينه ورا الزنزانه، اللي عباره عن نفق دايز منه انابيب التهويه والتوصيلات الكهربائيه وبزاف د الحاجات اللي تحتاجهم الزلازل السجن. ديفيد كان داخل من قبل لهاد البلاصه عده مرات، كان مسموح ليه يدخل على حسب بعض الاعمال اللي تخص السجن بحال الاصلاحات الكهربائيه وبزاف د الحوايج، حيت كيف قلنا السجن كيستغل السجناء في اعمال كالترميم والاصلاح الكهرباء وبزاف د الحوايج. فديفيد كان عارف المكان كيف داير والتمديدات اللي فيه. وباش يدخل ديفيد لهذا الممر يحتاج شي حاجه اللي يقدر يقطع بها الاطار التهويه. ففكر ديفيد مزيان على الطريقه والاداه اللي يقدر يقطع بها هذا الاطار، حتى توجه ديفيد للمره الثانيه لجويس وطلب منه مناشير صغيره حاده باش يقطعوا الاطارات. ولكن المشكل هو ان هذه المناشير كبيره، كيفاش غادي يهربوها للزلازل ديالهم؟ فكيف قلنا ريتشارد قدر يهرب المفتاح لان المفتاح صغير وقدر يخبيه، اما المنشار فهو كبير، كيف غادي يعمل له؟ وهنا كيتدخل المساعد الثاني لريتشارد. هاد السنوات اللي عاش ريتشارد في سجن دانامورا تعرف على حارس الاسم ديالو جيم بالمر. بالمر كان حارس المنطقه اللي فيها السجناء ريتشارد والصديق ديالو. جين وريتشارد كان بيناتهم علاقه غير رسميه، فريتشارد غادي يحافظ على الهدوء والاستقرار في هذه المنطقه من السجن، لان ريتشارد كانت عنده واحد الشخصيه قويه وكاريزما، بحال اللي غادي نقولوا زعيم داك الجناح من السجن.
ويقدر يسيطر عليهم. فكانت مهمة ريتشارد يحافظ على الهدوء والسلامة في الجناح ويخفف على الحارس. في المقابل الحارس غادي يعطيه امتيازات على باقي السجناء. فمن هاد الامتيازات ما فيهمش يهرب ادوات من الورشه الى السجن. ريتشارد ما قالش للحارس انه خصو يهرب ادوات ولا شيء من هذا القبيل، ولكن خلى العلاقه بينه وبين الحارس مزيانه باش يدوز من التفتيش بلا ما يتقلب. فريتشارد دخل لورشه الخياطه وخدا مناشير ولصقهم على الصدر ديالو. من بعد خرج من الحمام ومثل بانه عنده حريق في الكرش. فالحارس اللي كان مرافق ريتشارد هو جيم بالمر. فرافق ريتشارد للزنزانه ديالو بدون تفتيش وبدون ما يدوز من آلة الكشف المعادن. فكيف قلنا بلي ان جين وريتشارد ولاو اصدقاء، وما كانش عارف جيم بلي ريتشارد مهرب مناشير، وكانت هاد الخطه ناجحه. المهم ريتشارد عطى للصديق ديالو بعض من المناشير، وكل واحد فيهم حاول يقطع الاطار اللي كاين في الزنزانه ديالو. فالمساجين اختاروا الاوقات المناسبه خصوصا بالليل فين كيكون الصداع، وكل واحد في الزنزانه ديالو شاعل التلفازه باش ما يتسمعش حس ديالو. فبعد 3 اسابيع من المحاوله اخيرا ديفيد حاول يقطع الاطار. طبعا قبل ما ينزل ديفيد الممر القطط كيف ما ذكرنا خصو يقلب على خطه باش حتى واحد ما يعاقبه بلي انه هود لديك الممر. فطاحت عليه فكره انه يجيب الغطاء اللي كيستخدمه ويشكلو كهو نايم. فالفكره شاركه مع الصديق ديالو ريتشارد، والمهمة ريتشارد هو يشتت الانتباه اي حارس قرب للزنزانه ديال ديفيد. ففي اخر وقت ضروري يحسبوا المساجين قبل النوم. كيدوز حارس من الزنزانه الاخرى والمساجين خصهم يكونوا واقفين حتى الباب. فملي كيتفضوا مباشره ديفيد كيدخل لممر القطط. فاول مره دخل ديفيد الممر حاول يوصل ابعد نقطه حتى شاف راسو وصل لسلم كيوصل نفق تحت الارض. هذا النفق هذا عباره عن انابيب الماء خاصه بالسجن. فهاد الانابيب كان الامتداد ديالهم طويله، وديفيد ما كانش يعرف راسو فين غادي يشبر الطريق. واكتشف ديفيد باللي ما كاين حتى باب يقدر يخرج منه، مجرد انابيب كبيره في كل مكان. فديفيد كان في كل ليله كينزل باش يكتشف هذا المكان ويشوف واش يلقى مخرج ولا لا. فبزاف ديال المحاولات استنتج ديفيد باللي ان المكان ما عنده حتى مخرج، والممر كان عباره عن شبكات متصله مع بعضياتهم. فبعد اسبوع قدر ريتشارد يفتح الممر، ولكن قرر باللي ديفيد هو اللي بقى ينزل كل ليله باش يستكشف المكان ويحصل على الباب الحريه، حيت ديفيد انسان خفيف والحاله الجسمانيه ديال مقارنه مع ريتشارد ضعيف. لكن من بعد بزاف د المحاولات ديفيد باش يلقى باب وما لقاهاش، قرروا يديروا خطه جديده. من بعد مده ديال التفكير لقاو فكره. قرب السجن كاين محطه توليد الطاقه اللي كتزود السجن من خلال الانابيب. فريتشارد قال الا طحت على هاد الانابيب اللي مربوطه بالمحطه غادي نكونوا لقينا الطريق اللي غادي نخرجوا منه. فديفيد رجع في كل ليله كيتفقد هاد الانابيب اللي كتقودوا لمحطه الطاقه، ومن بعد عده محاولات واخيرا قدر يعرف هاد الانابيب. هاد الانابيب واحد مكتوب عليها ان يعني داخل، وواحد مكتوب عليها اوت يعني خروج. فالانبوب اللي مكتوب عليه داخل هو اللي كيوصل البخار من محطه الطاقه الى السجن، والانبوب اللي مكتوب عليها اوت هو اللي كيخرج البخار من السجن لمحطة الطاقة. فبقى ديفيد كيتبع هاد الانابيب وعلى بالو باللي غادي يلقى مخرج حتى وصل لنهاية الانابيب، ولكن هاد النهاية ما كانتش كيف ما كيتوقع. ديفيد ملي وصل لنهاية الانابيب لاحظ باللي الانابيب خارجين من الحيط، وكان عارف ديفيد باللي هاد الحيط ماشي هو الحيط ديال السجن اللي كيوصل العرض ديالو ل2 متر. لا، هنا عرف ديفيد باللي اختراق حيط عادي ماشي بحال حيط العرض ديالو 2 متر. فديفيد ما كان عنده حتى اداه حفر من غير ديك المنشار. فبقى ديفيد كيحفر بديك المناشير، واخا كان عارف باللي صعيب بزاف تحفر بهاد الاداه، ولكن قال باللي حتى حاجه مستحيله. فديفيد بقى كيحفر بديك الحيط كل ليله، وكانت هاد العمليه صعيبه بزاف وغادي تدي وقت طويل. فديفيد اصر على هاد الخطه هادي وبقى على هاد الحال لمده شهر تقريبا. في واحد الليله ديفيد لقى واحد الحاجه اللي بحال الكنز. في ليله من الليالي ديفيد هبط باش يكمل الحفير ديالو، وفي طريقه لاحظ واحد الصندوق احمر. فتح ديك الصندوق وهو تفاجأ، لقى صندوق عامر بكل الادوات اللي كيتمناها. هاد الصندوق كان خاص بالعمال اللي كانوا كيخدموا داخل هاد الممر. اهم اداه لقاها ديفيد في ديك الصندوق هي المطرقه اللي كتعاون ديفيد بزاف في هاد العمليه. فديفيد استعمل هاد المطرقه وبقى كيحفر كل ليله لمده 2 أسبوع حتى حصل على فتحه كبيره يقدر يرتاح فيها. كان طاير بالفرحه حيت شاف راسو غادي يخرج من هاد السجن. ولكن هاد الفرحه ما كملاتش وتحطم كلشي، لان ديك الحيط ما كانش هو الوحيد اللي كيفصلوا ما بين السجن
والحريه. عرف بلي كاين مورا ديك الحيط ممر كيدوز منه انبوب اخر، ولكن المصيبه فين هي؟ لقى انبوب خارج من الحيط اللي شبيه بالحيط ديال السجن، اللي كيف ما قلنا العرض ديالو 2 متر. ديفيد وقف قدام ديك الحيط وفي حالة صدمة. شحال التمارة والهبوط كل ليلة، وفي الأخير هذه هي النتيجة. فديفيد رجع للتيزانة ديالو وخبر ريتشارد بداك الشي اللي شاف، وقرروا يهبطوا بجوج ويحفروا في داك الحيط، واخا مستحيل. وكيقولوا واخا نعرفوا هادشي غادي يدي وقت طويل، ولكن لا للاستسلام. فكل ليلة كانوا كيتناوبوا على هاد الحيط باش يخترقوه، ولكن كانت النتيجة ضعيفة بزاف. المحاولة اختراق الجدار شبه مستحيلة، ولكن واخا النتيجة ما كانتش مفرحة كانوا مستمرين كل ليلة. حتى واحد الليلة ديفيد فتح الصندوق الأحمر وتفاجأ بواحد الآلة اللي تقدر تعاونهم على الهروب، هي المثقاب. واخا كان صعيب حتى بهاد الآلة، ولكن على الأقل غادي تنقص عليهم بزاف ديال التمارة. المشكل فين هو المثقاب ما فيهش الراس اللي غادي يتقب به. تما رجع ديفيد عند ريتشارد وقال له. ديك الساعة فكر ريتشارد كيفاش غادي يدير باش يجيب الراس ديال المثقاب. طبعا اول شخص غادي يطيح له في بالو هي جويس من طبيعه الحال غادي تلقى لهم الحل، حيت رجعت اللعبه بين يد ريتشارد، وكانت عارفه باللي غادي يهربوا، وزيد من الفوق هي اللي غادي تستقبلهم بالسياره ديالها نهار اللي يهربوا من السجن. ريتشارد كان متاكد باللي جويس غادي تجيب لهم رؤوس الحفر، ولكن ما كانش عارف كيفاش غادي يهربهم للزلزال ديالو. ولكن من بعد شويه تفكير لقى الفكره المناسبه. المساجين يقدروا يشريو الاكل من الكوخ اللي كاين في السجن، وهادشي معروف، ولكن الاكل اللي غادي يشريوه كامل طايب، وما كانش مسموح عليهم يدخلوا معاهم للسجن من غير هاد الماكله. مع ان ريتشارد كان في علاقه صداقه مع حارس بالمر، قال ريتشارد جويس تجيب له رؤوس ديال المثقاب وتخشيهم وسط الكفته ديال البرجر، وتجمد الكفته وتعطيهم للحارس وهو اللي غادي يجيبهم له. طبعا داكشي اللي عملت جويس، جابت رؤوس المثقاب وخشاتهم وسط الكفته وجمداتهم وعطاتو للحارس، ووصلوا حتى للزنزانه ديال ريتشارد. طبعا بالمر ما كانش عارف باللي مهرب رؤوس المثقاب داخل الكفته، هو عارف باللي هرب الاكل اللي ممنوع، وهادشي ضد القوانين ديال الحبس. قال باللي ريتشارد صديقي ما فيها باس نتعامل معاه. داك الليله هبط ريتشارد باش يكمل على عمليه الهروب ديالو، ولكن فرحان حيت لقى الحل عند داك الحيط. لكن كل الحماس اللي كان فيه تبخر، حيت نهار هبط للنفق لقى الصندوق ماشي في بلاصتو، وديفيد تحطم كليا وحس بلي الدنيا ظلمات عليه. والمرة الثانية رجع ديفيد لنقطة الصفر. الحاجة الوحيدة اللي كانت باقة من داك الصندوق هي المطرقة، ولكن ديفيد وريتشارد قرروا يكملوا واخا كثرة العوائق اللي تعرضوا لها، وخصهم يطلعوا للحبس بأي طريقة. فكملوا الشغل ديالهم بهاد المطرقة، واستمروا ديفيد وريتشارد بضرب هاد الحيط لعدة أيام، وبالتحديد 4 ماي 2015. في هاد التاريخ وقع تحول عظيم في حياة هاد المساجين، تفتح لهم مخرج ما كانوش ضاربين له الحساب. قدام الحيط اللي كانوا كيحاولوا يطيحوه كان انبوب بخار، وكانوا كيحسوا بسخانه كبيره خارجه منه. ولكن في ديك الليله ديفيد ما كانش كيحس بديك السخانه اللي موالف كيحس بها في كل ليله. تما استوعب ديفيد باللي ان البخار اللي كان كيستافد منه السجن وقف، حيت فصل الشتاء تسالى ودخل فصل الصيف، يعني ما يحتاج يبقى خدام. وهذا الانبوب القطر ديالو كيوصل 60 سنتيم، يعني مناسب للهروب ديفيد عكس ريتشارد حيت هو سمين. داك الساعة مشى ديفيد عند ريتشارد وقال له قضية الأنبوب. ريتشارد كان طاير بالفرحة، ولكن في نفس الوقت كان كيفكر كيفاش يطيح من الوزن ديالو باش يقدر يدوز منه. فريتشارد خدا ريجيم قاسي نوعا ما، وما كانش كياكل الا شاف راسو ما قادرش يصبر. وفي جهة ديفيد كان كيهبط كل ليلة باش يقدر يقطع في الأنبوب بالمناشير اللي كانت عنده، والعملية دات منه وقت طويل، ولكن في الأخير يقدر يقطع مدخل، ودخل منه عرف بلي الأنبوب كيدوز في وسط الحيط اللي كانوا باغيين يخترقوه، اللي كان العرض ديالو 2 متر. واخيرا ديفيد وريتشارد لقاو طريق الحريه وسط هاد الانبوب، ولكن بقات له مشكله واحده، هي خصهم يقطعوا فتحه من بعد ما يفوتوا الحيط. ولكن قطع الانبوب من الداخل كان صعيب بزاف على تقطعه من الخارج. ولكن واخا الصعوبات كان ديفيد عنده عزيمه قويه، حيت في الاخير عرف بلي هذا هو المخرج. بقى ديفيد كل ليله كيهبط يقطع فيه شويه ويرجع تكمل العمليه، وقدر يفتح فتحة. وهاد العملية استغرقات منه شهر تقريبا. ملي دخل ديفيد من ديك الفتحة عرف راسو كاين في نفق طويل، وبقى ماشي معاه باش يستكشف المكان. ولكن كانت واحد الريحة كريهة بزاف، واستوعب باللي هو في المصرف الصحي للبلدة.
يعني داخل المجاري. ملي كان ديفيد كيكتشف المكان ويلقى مخرج حتى لواحد الساعة، عينو اصطدفات مع سلم، وفوق السلم كاين روغار. طلع في السلم وفتح الغطاء حتى كيتفاجأ شاف راسو وسط المدينة والشوارع ديالها. كان فرحان، وبقوة الفرحة كان غادي يهرب ويخلي صاحبو ريتشارد، ولكن فكر شوية ورجع بالطريق اللي جا منه ومشى عند ريتشارد. وملي سمع ريتشارد منو هادشي كان غيطير بالفرحة. من بعد بداو كيفكروا لعملية الهروب. في صباح ديك الليلة خبر مديرة الورشة جويس باللي هاد الليلة مع 11:30 غادي يهربوا. قالت بلي غادي تسناهم الطوموبيل ديالها قدام الغدا اللي غادي يخرج منه ديفيد بتاريخ 6 يونيو 2015. كان هو التاريخ اللي غادي يهربوا ديفيد وريتشارد من الحبس. داروا الحوايج فوق الناموسية ديالهم وغطوها باش يبانوا بانهم هما اللي ناعسين وشقوا طريقهم لغطاء الحرية. ديفيد هو الاول وريتشارد وراه، ولكن ملي وصلوا الانبوب ريتشارد وغل وخا طيح بزاف من الوزن ديالو. وبالمناسبة ريتشارد كانت عنده فوبيا من البلايص المضيقين. حتى لواحد الساعة ريتشارد كيغوت باش ديفيد يجي يعاونو، وديفيد كان كيقول له اسكت غادي تفضحنا اسكت. وحاول ديفيد يهدم فيه ويسيب له غطاء كانوا داوه من الزنزانة ديالهم، ومكن له ريتشارد وهو كيعاون باش يسلك حتى قدر يخرجوا من الانبوب بصعوبة كبيرة. المهم ديفيد وريتشارد وصلوا للسلم وطلعوا فيه، وفتح الغطا ديفيد باش يتاكد واش كاين جويس كتسناه ولا لا، ولكن قلب يمين وشمال وما لقى حتى حد. ودار عند ريتشارد وقال له ما كنشوف حتى واحد. قال له نصبروا شويه تقدر تكون ماجه غير في الطريق. ولكن في الحقيقه جويس خافت وجاتها نوبه هلع حتى وصلت الحاله ديالها تمشي للمستشفى. فالمساجين بقاو صابرين لمده 4 ساعات. ورجع ديفيد طل ولكن ما لقى حتى حد. تما عرفوا باللي خصهم يخرجوا من هاد البلاصه في اقرب وقت، وما كان عندهم حتى وقت باش يضيعوه. على الساعه 5:30 جا الوقت العد الصباحي للسجناء. وما تتخيلش الصدمه اللي كانت مرسومه على وجوه الحراس ملي شافوا ديفيد وريتشارد ما كاينينش في الزنزانه ديالهم، وانصدموا اكثر ملي شافوا كاين فتحتين في الزنزانه ديالهم. ديك الساعه تم ابلاغ شرطه السجن واجهزه الامن بالموضوع. هذا الحدث كان كبير والاعلام كان كيغطي القضيه من اول ساعات الهروب. فعمليه البحث على هاد المجرمين كانت كبيره وضخمه، شاركوا فيها ضباط في مختلف الهيئات الامنيه، الشرطه والاف بي اي. بدات عمليه البحث في البر والجو، وعملوا براجات في كل قنص في بلده دانامورا. في جهه اخرى ديفيد وريتشارد كانوا مخبيين في غابات بعيده على السجن، وقرروا ديفيد وريتشارد على انهم ينفصلوا على بعضياتهم وكل واحد يشد طريقه باش فرضية القبض عليهم تكون قليلة. دازت 21 يوم وهما كيقلبوا على هاد المجرمين حتى 26 يونيو 2015 حصلوا ريتشارد على بعد 80 كيلومتر من السجن. الشرطة وقفوا على ريتشارد قدام محل كيبيع لوازم الصيد، وريتشارد كان شرا من هاد المحل فردي. ملي شاف الشرطة دارت به هز الفردي، ولكن الشرطة سبقاتو وطلقات النار عليه. فبالنسبة لديفيد فتم القبض عليه بعد يومين بتاريخ 28 يونيو 2015. ديفيد حاول يهرب من الحدود الأمريكية لكندا. شاف واحد الشرطي وعرف باللي هو اللي كيقلبوا عليه، وهز الفردي ديالو وهدد ديفيد باش يوقف، ولكن ديفيد ما بغاش وبقى هارب. الشرطي ملي شافو ما بغاش يوقف فيزالو على رجلو ضربو وطيحو. وجاو الشرطة وتم القبض عليه. وهنا كتكون تسالات عملية الهروب د هاد السجينين اللي وصلت ل 23 يوم. ريتشارد توفى بسبب الطلقات اللي تلقاهم من الشرطة. ديفيد اعتقلوه وعاود ليهم كل التفاصيل د عملية الهروب والأشخاص اللي تعاونوا معاهم. تم اعتقلوا جويس المشرف على ورشة الخياطة والحارس جيم بالمر. بالنسبة لديفيد تحكم بالمؤبد وباقي حد الآن في السجن. أما جويس حكموا عليه 4 سنوات وبغرامة كتوصل حتى ل 86 ألف دولار. أما الحارس اخذ 4 شهور وغرامة كتوصل حتى ل 4000 دولار. وهنا نكون وصلنا لنهاية القصة. ما تبخلوش علينا بزر لايك واشتركوا في القناة باش توصلوا بأي جديد. تحياتي.